ايه رأيك لو قلت لك اني هدلك على طريق يوفر لك كل شهر 6000 جنيه بنزين؟ يعني في السنة 72 ألف جنيه، بس بشرط انه الفيديو ده معمول مخصوص لكل الناس اللي مشغلة عربياتها سفريات او مشغلاها في احد تطبيقات النقل الذكي. يعني من الاخر الناس اللي بتمشي بعربياتها يوميا من 200 ل 250 كيلو فما فوق، 300 كيلو بقى و400 كيلو و500 كيلو. ايوه زي ما انت توقعت، هتركب غاز، بس الغاز هياكل في موتور عربيتي، واللي هوفره في الغاز هدفعه بعد سنتين ثلاثه في العمره او في تغيير شورت بلوك. مفيش الكلام ده. كان الكلام ده زمان. النهارده ومع وجود نظام الحقن المتزامن في الغاز ما بقاش فيه الكلام ده. ده احنا لو افترضنا فرضا او جدلا ان عربيتك هتجيب شورت بلوك او هتحتاج عمره، فصدقني اقسم بالله العظيم الكلام ده مش قبل 5 6 سنين. انا هو بقولها لك وبكل ثقه، وبسؤال الناس اللي شغاله حقن متزامن في الغاز بقالها 4 5 سنين. ما بقاش فيه الكلام بتاع زمان ان العربيه كل سنتين ولا سنتين ونص تحتاج عمره ولا تحتاج شورت بلوك. ما بقاش فيه الكلام ده. انت النهارده مع النظام الجديد اللي هو الحقن المتزامن، انه النهارده العربيه او المحرك بيشتغل انه بياخد غاز وبنزين، 70% غاز و30% بنزين. النظام ده النهارده بيخلي العربيه تقريبا لو احتاجت عمره او شورت بلوك، ده في اسوأ الاحوال انه كل 5 سنين، كل 6 سنين لما ممكن افكر ان افك الموتور. طب انا النهارده بوفر كل شهر تقريبا 6000 جنيه، ده فرق الغاز عن البنزين. يعني في السنه 72000 جنيه. يعني انا لو عربيتي بالعقل كده كل 3 4 سنين احتاجت شورت بلوك، وان انا راجل نزيه وهغير شورت بلوك مش هعمل عمره، ولو انه 90% من الناس بتعمر ب 20 30 الف جنيه ويكمل له سنتين ثلاثه كمان، لا يا عم انا راجل نزيه وهغير شورت بلوك. طب سعر الشورت بلوك كام؟ 70 80 100 الف جنيه. طيب الشورت بلوك ده انا هغيره كل كام سنه؟ كل 4 سنين. طيب اضرب 4 سنين في 70 الف جنيه، يبقوا كام؟ 280 الف جنيه. طلع منهم ثمن شورت بلوك ب 100 الف جنيه. يعني سعادتك موفر كام؟ احسب انت بقى. وده برضو في حاله انه حضرتك هتغير شورت بلوك على طول علشان انت راجل نزيه مش هتعمر زي ما 90% من الناس بتعمل. فتخيل بقى كمان معايا ان حضرتك هتعمل عمره مش هتغير شورت بلوك، ده انت هتبقى موفر ارقام انت ما كنتش تحلم بيها ولا تتخيلها في احلامك في منامك. اه والله العظيم زي ما بقول لك. وعلشان ما تجيش تقول لي ما هي نفس الجلابيه، ما انا برضو هستخدم بنزين مع الغاز فهي انا ما وفرتش. لا انت فاهم غلط. انت هتستخدم من 3 ل 4 لتر بنزين كل 1000 كيلو في النظام الجديد بتاع الحقن المتزامن اللي هو النظام الجديد للغاز. فحضرتك اصلا مش هتستخدم تقريبا بنزين. طيب ليه اصلا شركات الغاز لجأت انها تستخدم بنزين مع الغاز في النظام الجديد اللي اسمه الحقن المتزامن؟ ده بسبب انه البنزين لما بيخش مع الغاز بيعمل تبريد لغرف الاحتراق جوه المحرك، لانه الغاز اصلا بطبيعه الحال درجه اشتعاله او درجه احتراقه بتكون اعلى بمرحلتين ثلاثه من البنزين. وده بينقلنا لنقطه تانيه مهمه، انه حضرتك وانت بتركب او قبل ما تركب الغاز في عربيتك لازم تكون ضامن 100% انه دورة التبريد تكون في عربيتك فوق النمرة واحد. يعني ما ينفعش يكون في اي صدأ في دورة التبريد، ما ينفعش مروحة التبريد تكون شغالة شوية او شوية، لا. ما ينفعش الرادياتير يكون مسدود او نصه مسدود، ده لازم دايما يكون سالك. ما ينفعش يكون في تسريبات في اي خرطوم من خراطيم مياه التبريد، وهكذا. لازم تكون دورة التبريد زي ما قلت لك 100% مش 99%. الحاجة التانية بقى والأهم إنك ما تروحش تحول لعربيتك غاز وأنت الموتور عندك بياكل زيت وبيعمل أصوات. ما ينفعش، ما ينفعش تروح تحول غاز ونرجع نقول أصل الغاز هو اللي بوظ لي العربية. مفيش الكلام ده. أنا زي ما قلت لك النظام الجديد في الحقن المتزامن لو هيعمل تلف للمحرك، والله 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 بسؤال الشركات وبسؤال الناس اللي محوله عربياتها غاز بقالها 4 5 6 سنين، انه المحرك ما بيحصلوش تلف كامل. ده اذا حصل له قبل 5 6 سنين. وزي ما قلت لك انت اصلا في السنه الواحده بتوفر كام الف جنيه، فشوف انت في ال4 5 6 سنين هتكون وفرت قد ايه. وبعد ما العربيه في وقتها تبقى تحتاج شورت بلوك ولا عمره، شوف يا باشا انت وفرت قد ايه. وعلشان كده كان الفيديو ده في اساسه للعربيات اللي بتمشي مسافات طويله، سواء سفريات او سواء شغل تطبيقات النقل الذكي. لكن العربيات اللي بتستخدم بقى اللي هو بتاعه الشغل ورايح جاي من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، دي مش هتوفر حاجه.
ده انت اخرك كل شهر هتوفر لك 1300 جنيه، 1500 جنيه، ارقام ما تستدعيش اصلا انك تروح تدفع لك 18 20 25 الف جنيه علشان تحول عربيتك غاز. مش مستاهله ومش مستدعيه، علشان بتمشي لك كل يوم 30 40 50 كيلو. لكن الناس اللي بتمشي بعربياتها بال 250 وبال 300 وبال 500 وبال 600 كيلو كل يوم، لا، ده الناس دي هتوفر آلاف الآلاف الآلاف الآلاف. وبرضه بالمناسبة هقول لك على معلومتين مهمين جدا بخصوص الاسطوانة بتاعة الغاز اللي بتكون موجودة في الشنطة عندك ورا. الاسطوانة دي بمثابة كأنك مقعد بني آدم في الشنطة، من الآخر كأن في واحد أو شخص قاعد ورا في الشنطة. بالنسبة للناس اللي بتخاف من اسطوانة الغاز لو العربية اتخبطت من ورا، الاسطوانة فيها زي فالف. الاسطوانة لما بتتخبط أو لما بيحصل حادث لا قدر الله، اول ما الاسطوانه بتحس باصطدام، الفالف ده بيقفل الاسطوانه كلها وبيقفل دايره الغاز بالكامل. حاجه كده بالظبط زي نظام الايرباك في العربيات. وبس على كده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. اشوفكم دايما بكل خير. سلام عليكم.